في البداية ديال هذا الشهر وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف غادي يدير واحد الزيارة مهمة بزاف في المغرب. هاد الزيارة اللي اعتبروها بزاف ديال الناس مرحلة جديدة في التعاون العسكري ما بين المغرب وباكستان. هاد الزيارة اللي كانت في 3 ايام غادي يتلاقى فيها الوزير الباكستاني مع عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع زائد مسؤولين كبار في المغرب. أهم حاجة وقعت في هاد الزيارة هي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع في الرباط بحضور الجنرال محمد باريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. هاد الاتفاق دار واحد الإطار رسمي باش يتطور التعاون العسكري أكثر وكيهم بزاف ديال المجالات بحال التدريب، المناورات المشتركه، الامن السيبراني، الصناعه الدفاعيه، الصحه العسكريه وتبادل الخبرات. من بعد هذه الزياره غادي تخرج اخبار كتقول بان المغرب مهتم باش يشري المقاتله الباكستانيه JF-17. الاهتمام ديال المغرب بهذه المقاتله ما كانش شي حاجه جديده، حيت ان المغرب كان كيدير قبل في خطوات تمهيديه باش يفتح باب التعاون في مجال الطيران مع باكستان، وهذا الشيء حتى قبل ما يوقعوا الاتفاقيه اللي كانت في هذا الشهر. حيت انا واحد اللحظه مهمه كانت في 2024 في المفتش العام للقوات الجويه الملكيه غادي يدير زياره لباكستان فين غادي يمشي للمقر ديال قياده القوات الجويه الباكستانيه في اسلام اباد. وفي هذا اللقاء كانوا هضروا على كيفاش غادي يقدروا يطوروا التعاون ما بين البلدين. في هذه الزياره المسؤول المغربي غادي يعبر على الاعجاب ديالو بالتقدم التكنولوجي اللي وصلت ليه باكستان في المجال ديال الدفاع خصوصا المجال ديال الطيران، وقال بان المغرب عنده واحد الاهتمام كبير بالتجربه ديال سلاح الجو الباكستاني وان المغرب باغي يتعلم من التجربه الباكستانيه في هذا المجال. لكن السؤال اللي غادي يجي على بالك دابا هو كيفاش باكستان اللي واحد الدوله اللي بزاف ديال الناس كيشوفوها دوله غير ناميه في الاصل قدرت تصنع طائره مقاتله متطوره بحال الطائره ديال JF-17. الجواب بسيط في الفكره ولكن موراه سنين طويله ديال الخدمه، الاستثمار اللي كان على المدى الطويل في الصناعه الدفاعيه زائد الشراكه اللي قويه مع دوله بحال الصين. القلب ديال هذا المشروع كامل هو مجمع باكستان للصناعات الجويه. هذا المكان هو واحد من اكبر المراكز ديال تصنيع الطيران في باكستان وكيخدموا فيه مهندسين تقنيين اللي كيجمعوا وكيصنعوا الطائرات ديال JF-17، وهذا الشيء بطبيعه الحال بتعاون مع شركات صينيه. ففي الحقيقه ان اكثر من النصف ديال هذه الطائره كيتصايب في باكستان، تقريبا 58% من الاشغال بحال هيكل الطائره والتجميع النهائي، و42% كدار في الصين خصوصا الانظمه الالكترونيه وبعض المكونات الحساسه. يعني باختصار اكثر من النصف ديال JF-17 كيتصنع في باكستان، وهذا واحد الانجاز كبير لواحد البلاد اللي كانت غير في واحد الزمن خريب كتشري الطائرات ديالها كامله من على برا. هذه القدره ما جاتش دفعه واحده، بل ان المقاتله ديال JF-17 كانت في البدايه ديال الالفينات، وفي 2007 بدات القوات الجويه الباكستانيه كتدخل اولى الطائرات اللي تجمعات بشكل محلي. مع الوقت ومع التراكم ديال التجربه والثقه الانتاج المحلي بدا كيتزاد. هذا المصنع اللي كاين في المدينه ديال كامرا قادر يخرج ما بين 20 حتى ل 25 طائره من هذا النوع في العام، وكاين خطط حتى باش غادي يطلعوا هذا الرقم اكثر بحيث باغيين يوصلوه للضعف بالحلول ديال 2027. هادشي كيعني بان باكستان ما كتفكرش غير في الحاجيه الداخليه ديالها وانما كتفكر حتى في التصدير. واللي خصنا نعرفوا هو ان باكستان من الدول القلال في العالم اللي كتعتبر دوله ناميه وفي نفس الوقت عندها برنامج وطني لطائرات مقاتله. النتيجه ديال هذا الشيء هي ان كاين حاليا في الجيش الباكستاني خصوصا في سلاح الجو اكثر من 100 طائره ديال JF-17، وحاليا بداو كيشوفوا في التصدير. وكاين بعض الدول اللي شرات من عند باكستان هاد الطائره. هنا كندوي على دول بحال ميانمار ونيجيريا، هاد الدول اللي ولاو من الاوائل اللي استعملوا هاد المقاتله. كاين كذلك حتى اذربيجان اللي بزاف ديال الاخبار كيقولوا بانهم كيخدموا هاد المقاتله او حتى ان البلاد ديجا شراتها. لكن خصنا نكونوا واضحين بان التصنيع ديال الطائرات في باكستان مازال معتمد على التعاون الدولي وخصوصا مع الصين في الانظمه الحساسه. فشنو هي هاد الطائره ديال JF-17 واللي كتسمى كذلك JF-17 ثاندر يعني البرق، هذا حسب الاسم الباكستاني. اما في الصين فكتسمى FC-1 سياولونغ. هذه واحد الطائره مقاتله خفيفه بمحرك واحد ومتعدده المهام. هاد الطائره تصممت وتطورت بشراكه ما بين باكستان والصين في البدايه ديال الالفينات، وكان عندها جوج ديال الاهداف واضحين واللي هما تعويض الطائرات القديمه من الجيل الثالث في القوات الجويه الباكستانيه وتقليل الاعتماد على الاستيراد خصوصا في حاله العقوبات اللي تقدر تقطع الامدادات. اول نموذج ديال JF-17 غادي يطير في غشت 2003، ومن بعد فتره ديال التجارب والاختبارات دخلت هذه المقاتله للخدمه رسميا في القوات الجويه الباكستانيه في 2007. ومن هذا الوقت الطائره ما بقاتش واقفه ولكن تطورت عبر عده نسخ او بلوكس، وكل نسخه كتجيب تحسينات جديده. النسخ الاولى واللي سميتهم بلوك 1 وبلوك 2 عطاو واحد الطائره مقاتله حديثه من الجيل الرابع، والقدرات ديالها تقريبا هي نفس القدرات ديال الطائرات ديال F-16 القديمه. لكن النقله الكبيره كانت في النسخه ديال بلوك 3 اللي بزاف ديال الناس كيعتبروها طائره من الجيل ديال 4.5 يعني ما بين الجيل الرابع والجيل الخامس. هذه النسخه جابت معها واحد الرادار ديال الايسا متطور بزاف
اللي كيخلي الطيار يشوف الاهداف من مسافه ابعد ويتبع بزاف ديال الاهداف في نفس الوقت. زائد انظمه ديال الحرب الالكترونيه محسنه، الخوذه اللي كتكون عند الراس ديال البيلوت، القدره على اطلاق صواريخ بعيده المدى وحتى خارج مجال الرؤيه. هاد التحسينات رفعت بزاف من الفعاليه القتاليه ديال الطائره. فصحيح بانها طائره ماشي شبحيه، لكن كتعتبر مزيانه الا غادي نقارنوها مع الطائرات ديال الجيل الرابع. جي اف 17 كتخدم بمحرك روسي من نوع كليموف ار دي 93 او النسخه المطوره ار دي 93 ام اي اللي كاينه في النماذج الجديده. السرعه القصوى ديال الطائره كتقدر توصل حتى ل 1.6 ماخ، وكتقدر تطلع حتى لحوالي 50,000 قدم فوق الارض. الطائره كتعتبر خفيفه رشيقه ومصممه باش تكون متوازنه ما بين القتال الجوي وضرب الاهداف الارضيه، كذلك مع التركيز على تقليل الكلفه وتسهيل الصيانه. القوه الحقيقيه ديال هذا الجي اف 17 هي انها واحد الطائره اللي كتقدر دير تقريبا كل شيء. كتقدر تدخل في المعارك ديال جو وتقدر تضرب حتى اهداف ارضيه وبحريه، بحيث فيها مدفع داخلي من العيار ديال 23 ملم، والجناحين والهيكل ديالها كيخليوها تهز 7 حتى ل 8 ديال الاسلحه، بحيث يقدروا يكونوا فيها صواريخ ديال جو، قنابل موجهه، صواريخ مضاده للسفن، وحتى صواريخ غير موجهه. وكيف ما قلنا قبل، كل نسخه كتخرج جديده كيكون فيها اكثر. قمره القياده ديال الجي اف 17 هي رقميه بالكامل، حيث فيها شاشات حديثه، واحد النظام تحكم اللي كيتسمى هوتاس اللي كيخلي الطيار يتحكم في كل شيء بلا ما يحيد يديه على المقود. النسخ القديمه كانت فيها رادارات تقليديه، ولكن النسخه ديال البلاك 3 فيها الرادار ديال ايسا، وهذا الرادار اللي غادي يبدل اللعبه، بحيث كيعطيك كشف ابعد، تتبع ادق، وحتى موثوقيه اكبر. كاين كذلك حتى انظمه ديال ربط البيانات اللي كتخلي الطائره تواصل مع طائرات اخرى. الفكره هنا هي واحد الطائره حديثه ولكن بواحد الطريقه مرنه، وكل بلاد غادي تشري هاد الطائره كتقدر تختار التجهيزات اللي بغات على حسب الميزانيه ديالهم. دابا غنشوفوا التجربه ديال هاد الطائره في القتال. جي اف 17 خدامه مع الجيش الباكستاني من اكثر من 10 سنين، حيت كيف ما قلنا دخلت اول مره للخدمه في 2007 ودارت الالاف ديال ساعات طيران. اول مره غادي يسمع العالم بزاف على هاد الطائره كانت في 2019 فين كان واحد التوتر ما بين الهند وباكستان، ولكن التفاصيل على هاد الطائره كانت محدوده. لكن في ماي 2025 هاد الطائره غادي تدخل القتال الحقيقي، وغادي نهضروا على هاد النقطه من بعد. هاد الطائره غادي تعرض في معارض عالميه بحال معرض باريس ديال الطيران في 2015، ومعارض في افريقيا، في الشرق الاوسط، وحتى في اسيا. نيجيريا وميانمار اللي شراو هاد الطائره استعملوها في تمارين حقيقيه، وهذا الشيء اللي كيبين بان هاد الطائره قادره تخدم في بيئات مختلفه. لكن ما يمكنش نهضروا على هاد الطائره بلا ما نهضروا على شنو وقع في ماي 2025 ما بين الهند وباكستان. هاد المواجهه القصيره اللي كانت ما بين هاد جوج البلدان، ولكن كانت عنيفه بزاف، رفعت بزاف من القيمه ديال هاد الطائره في العالم. هاد الصراع اللي كان غير في مده ديال 4 ايام، يعني من 7 حتى ل 10 ماي، لكن كان اخطر ازمه عسكريه ما بين البلدين من عقود. فهاد الصراع اللي كان السلاح ديال الجو غادي يلعب واحد الدور محوري، بحيث ان في 7 ماي واللي كان هو اول نهار ديال القتال، القوات الجويه الباكستانيه دارت واحد العمليه كبيره اللي شاركت فيها طائرات ديال جيتان سي ديال الصين والطائرات ديال جي اف 17 اللي مصنوعه بشكل محلي. وحسب الروايه الباكستانيه كيقولوا بان غادي يطلعوا 42 طائره ديال جي اف 17 والطائرات ديال اف 16 باش يواجهوا تشكيل ديال الطائرات الهنديه اللي كانت فيهم تقريبا 72 طائره. وكيف ما كل شيء عارف بان خرجت اخبار كتقول بان باكستان قدرت تطيح عدد كبير ديال الطائرات الهنديه واللي منهم طائرات ديال رافال. المواجهه ديال ماي 2025 كانت هي اول مره كتدخل فيها طائره ديال جي اف 17 المعركه حقيقيه ضد واحد الخصم من نفس المستوى، وباكستان عرفت تستغل هذه النقطه مزيان. يعني كون بان الطائره ديال جي اف 17 والطائره ديال جيتان سي ديال الصين قدروا يوقفوا سلاح ديال الجو ديال الهند واللي هو من الاقوى في العالم، هادشي باكستان دارت ليه التسويق على انه دليل على القوه ديال الطائره ديالها واللي مصنوعه محليا. حيت في المجال ديال بيع السلاح المصطلح ديال مجربه في الحرب مهم بزاف، حيت اللي غادي يشري هذا السلاح كيكون تايق اكثر بان هذا السلاح اللي غادي يشري ماشي ديال العروض فقط، ولكن خدم في ظروف حقيقيه. من بعد هذا الصراع اللي كان في 2025 بزاف ديال التقارير قالوا بان الاهتمام ديال العالم بالصناعه الدفاعيه ديال باكستان غادي يطلع لواحد المستوى كبير، خصوصا الطائرات، الدرون والصواريخ. مثلا قبل الدول في اسيا، في الشرق الاوسط وافريقيا كانوا متردين، لكن من بعد شنو وقع مع الهند شافوا بان هاد الطائره اللي الثمن ديالها قليل بزاف مقارنه مع طائرات اخرى قدرت توقف قدام واحد من اقوى اسلحه الجو في المنطقه اللي هو ديال الهند. الحدود ديال 2026 اكبر مشغل ديال الطائره ديال جي اف 17 ثاندر هي باكستان، لكن حاليا البلاد كتحاول انها تصدر هاد الطائره. ميانمار كانت هي اول زبون خارجي وخدات واحد العدد محدود من هاد الطائره، من بعدها غادي تجي نيجيريا على الخط. فهاد الصفقات اللي داروها الدول دارت ضجه في الاعلام، حيت الاول مره باكستان كتدخل بالفعل لسوق الطائرات المقاتله اللي متحكمين فيها شركات كبار في العالم. وحتى اذربيجان كتذكر بزاف في الاخبار. فالتفاصيل ديال الصفقه ديال اذربيجان وباكستان مازال ما واضحاش لحد الان، لكن كاين تقارير كتقول بان البلد على الاقل جربت هاد الطائرات او حتى شراتها، هادشي بحكم العلاقه القويه اللي كاينه ما بين اذربيجان وباكستان. في البدايه ديال هذا العام 2026 خرجوا بزاف ديال التقارير كيقولوا بان كاين مفاوضات
كدار ما بين باكستان وما بين 6 حتى ل 8 ديال دول بحال السعوديه، اندونيسيا، السودان، ليبيا، خصوصا الشرق ديال ليبيا بالقياده ديال خليفه حفتر، زائد اثيوبيا. هادشي من غير كذلك بنغلاديش والعراق اللي باكستان اعترفت رسميا بان كدير معهم مفاوضات باش يشريو هاد الطائره. دابا غادي نشوفوا الاهتمام ديال المغرب باش انه يشري هاد الطائره ديال الجي اف 17. فين رجعنا اللور غادي نلقاو بان الاهتمام ديال المغرب ماشي جديد، بل راجع حتى ل 2016 فين كان في المغرب وبالضبط في مراكش معرض الطيران الدولي، بحيث ان في ديسمبر 2015 غادي تخرج بعض الاخبار كتقول بان المنظمين ديال هذا المعرض اللي كان في مراكش غادي يوجهوا الدعوه لباكستان باش انها تعرض الطائره ديالها جي اف 17 ثاندر. في هذا الوقت كذلك كانت خرجت تقارير كتقول بان المغرب كان مهتم باش يشري هذه الطائره، هنا كندوي على 2016، باش يعزز من الاسطول ديالو. وبالفعل باكستان غادي تعرض هذه الطائره وقدمت الامكانيه ديالها لكاع الناس اللي كانوا حاضرين. لكن بطبيعه الحال هذا الاهتمام ديال المغرب ما غاديش يتحول لواحد الصفقه، حيت المغرب من بعد غادي يفضل انه يطور الطائرات ديال اف 16 اللي عنده وكذلك يشري طائرات غربيه واحده اخرى. لكن دابا الى جينا للحاضر يعني 2026 كنلقاو بان المغرب رجع كيدرس بجديه الشراء ديال هذه الطائره الباكستانيه. تقارير خرجت مؤخرا في الاعلام الباكستاني كتقول بان كاين مفاوضات حاليا ما بين الرباط واسلام اباد على الامكانيه ديال الشراء ديال هذه الطائره، وهذا التوقيت ما جاش بالصدفه، بحيث هذا الشيء جا مباشره بعد الاتفاقيه ديال التعاون الدفاعي اللي كانت في البدايه ديال هذا العام ما بين المغرب وباكستان. لكن السؤال اللي كيطرح راسو دابا هو علاش المغرب مهتم بهذه الطائره في حين ان البلاد كتعتمد بزاف على الطائرات الامريكيه والاوروبيه؟ كاين بزاف ديال الاسباب المحتمله. اول حاجه هي الثمن والقيمه مقابل الفلوس. الطائره ديال الجي اف 17 الثمن ديالها معقول بزاف مقارنه مع الطائرات الغربيه اللي متطوره، بحيث هنا كندوي على ما بين 25 حتى 30 مليون دولار لكل طائره، وهذا الرقم هو جزء صغير من مقاتلات غربيه اللي مثلا غير الطائره ديال رافال كتقدر توصل حتى ل 100 مليون دولار. يعني بالنسبه لاي بلاد باغا تجدد الاسطول الجوي ديالها بلا ما تصرف ميزانيات خياليه، هذه الطائره كتبان واحد العرض مغري. السبب الثاني هو تنويع المزودين، يعني الاعتماد على الدول الغربيه عنده حدود. هادشي علاش المغرب مؤخرا كيحاول انه ينوع من الشركاء الدفاعيين ديالو باش ما يبقاش مربوط بمصدر واحد. والسبب الثالث هو النقل ديال التكنولوجيا. باكستان كيف ما قلنا كتصنع الطائرات ديال الجي اف 17 بشكل محلي بشراكه مع الصين، فالشراء ديال هذه الطائره يقدر يفتح الباب حتى للنقل التكنولوجيا، او على الاقل مشاركه محليه في الصيانه والدعم التقني، خصوصا ان الصناعه ديال الطيران في المغرب كتكبر عام من بعد عام. فحتى لو بشكل محدود التصنيع المشترك او لا التقاسم ديال الخبرات غادي يعاون المغرب بزاف، خصوصا انه باغي يطور من القطاع الدفاعي ديالو. اما من الناحيه الاستراتيجيه فالشراء ديال هذه المقاتلات غادي يقوي العلاقات ما بين البلدين، وغادي يقدروا يجيو كذلك تدريبات مشتركه، يعني مدربين باكستانيين مع طيارين مغاربه، وكذلك ضباط مغاربه يكتسبوا خبره من التجربه الباكستانيه. قبل ما نسالي ما ننساش الا باقي ما تفرجتش في الفيديو اللي غنخلي لك هنايا كنصحك تفرج فيه، فيديو مهم بزاف. كنتمنى كذلك الا عجبك الفيديو ديال اليوم انا كتخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. كان معكم انس، نشوفكم في فيديو جاي.